السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم، معاكم محمود السيد من ثالث حلقة من مش ممكن. قبل ما نبدأ الحلقة أحب أتكلم عن موضوع رامز. كل اللي احنا عرفناه في الأيام اللي فاتت إن رامز جلال عامل برنامج اسمه رامز تحت الأرض، واحنا عرفنا من خلال توني خليفة لما طلع على اليوتيوب وعمل فيديو واتكلم عن موضوع رامز. نيشان اي اعلامي او اي فنان دعيكم نيشان لبرنامجه على ابو ظبي، انتم رايحين تاكلوا مقلب من رامز جلال، بيطلعكم بالطياره ياخذكم على الصحراء وهونيك رح يركب مقلب مثل مقالبه اللي ممكن باي لحظه يمكن حدا يروح بين ايديه. في ناس كتير طلعت واتكلمت وقالت ان كده برنامج رامز مش هيعرف يستمر، لان البرنامج لحد دلوقتي شغالين عليه فريق العمل وبيجيبوا الناس لحد دلوقتي عشان يطبقوا عليهم المقلب الجديد. فلما توني خليفه يطلع ويتكلم عن المقلب ويقول مثلا ان في كذا وهيحصل كذا وهيجي لك نيشان، فكده البرنامج يتكشف. يعني كده خلاص، كده رامز يقعد في البيت يبيع حلبسه، يبيع فول وطعميه، خلاص كده ما البرنامج بتاعك مش هيكمل. وغير كده انا اشك اذا انا موجود، انا اعتقد او اشك في نفس الوقت، يعني اشك. فانا بالراي ان كل الحوار دي تمثيليه. هتقولي تمثيليه ازاي؟ ان مثلا توني خليفه اعلامي ورامز بيعمل مقالب، فلما توني خليفه يتكلم عليه قبل ما يحصل البرنامج كده بيحصل يعني ايه، الموضوع انتشر اكتر والموضوع اللي يبتدي الناس تدور عليه، فكده يجي نسبه اعلانات ياما على برنامج رامز، لان كده هيجي له فيوز اكتر. تمام. فكل الحوار يا جماعه انه توني خليفه بيعمل ترويج من خلال الفيديو اللي هو نشره ده، ترويج لبرنامج رامز. يعني انا ما اعتقدش تمام اللي هو فضحها للبرنامج او حاجه زي كده. كشفكم انا، عيب عليكم، العقل السليم في الجسم السليم. وعشان تتاكدوا من الكلام اللي انا قلته من شويه ان الحوار كله حوار ترويج مش اكتر، ان رامز جلال نشر صوره على صفحته تدل ان هو خلاص تم تصوير البرنامج بتاعه، ونشر الصوره الخاصه بالبرنامج. واعتقد كده ان خلاص رامز ما عندوش اي مشاكل خالص بالنسبه للبرنامج، وان البرنامج خلاص هيتعرض في رمضان على قناه MBC. بالنسبه لفكره برنامج رامز تحت الارض، التسريبات بتقول حاجتين. اول حاجه، النجم بيتم تخديره وبعد كده بيدخل جوه تابوت، ومن خلال التابوت بيتم تسليط كاميرات جوه التابوت، وبكده مثلا يكون يعني يعتقد ان الفنان اللي جوه التابوت ان هو مات او حاجه زي كده، وبيفضل يحاول يطلع من جوه التابوت، وفي الاخر فريق الانقاذ بيتم انقاذه وبيكون من ضمنهم رامز جلال. بيتم استضافه الضيف في صحراء سيوة الغربيه كنوع من تنشيط السياحه، وبعد كده بتحصل حاجات غريبه وبيطلع التمساح اللي انتوا شايفينه ده من تحت الارض، يا اما هيكون جواه رامز يا اما رامز هيعمل دور تاني اللي هو دور شبح، وبيفضلوا يطاردوا الضيف لحد ما يعرف ان ده رامز. والحوار ده طبعا كل الكلام ده من على لسان احمد يونس، واعتقد 100% ان هي ممكن تكون الفكره الثانيه. وكل التوفيق لرامز، ويلا نبتدي حلقة جديدة من مش ممكن. مش ممكن مش ممكن يبقى. زمان كانت ال5 جنيه دي كنت اروح بقى اي سوبر ماركت، كنت بجيب اللي انا عايزه. كنت بجيب شيبس عائلي، كنت بجيب 2 علبة تونة، كنت بجيب كنزي، كنت بجيب اللي انا عايزه كله. بس من ساعة ما ركبوا كاميرات مراقبة وانا ما عدتش بعرف اجيب اي حاجة خالص. Quítate la blusa de chamarra. Busca al otro güey y lo agarra también. كلنا قبل كده سمعنا عن مغارة علي بابا واللي بيتحط جواها. اكيد احنا دلوقتي شفناها. يعني انتوا مش ملاحظين ان دي مغارة علي بابا؟ يعني مطلعه من جسمها كميه منتجات تكفي سوبر ماركت تاني. يعني هي ممكن تروح سوبر ماركت تاني تملاه. والمشكله مش في كده بس، ان كل المنتجات مطلعه من الحته اللي تحت دي. انا مش عارف في ايه، يعني الحته دي واسعه لدرجه ان هي ممكن تشيل كل المنتجات دي. وبعدين الشيخه ديت يعني ايه، ما استحملتش ان هي بس تملى جسمها بس، لا قالت مفيش مكان تاني احط فيه. الشنطه، حط جوه الشنطه. وبعد ما خلصوا تفضيه الانسانه ديت من كل المنتجات اللي جواها، راي قال لها شكبكه، يعني ترجمه الفروريه، يعني شكبكه دي ان هي ايه، اقلع الهدوم علشان انا ما عدتش مصدق ان ممكن، انا حاسس ان لسه جواكي في حاجه، لسه في حاجه لسه. Quítate el chaleco, por favor. ¿Ya no traes nada?
وبعد ما قلعت هدومها طبعا جلا يعني مثلا ايه، يعني متاكده ان ما عادش في حاجه. طبعا ده على حسب تصريفها للكلمه. لو المضارع القديم بتحط لها دي ان فتي اي بي اس ار يو، فكده يقول لك ايه انت متاكده من هذه الكلمات ان ما عادش في حاجه؟ اقسم بالله انت لسه مخبيه حاجات. كيف نada؟ من غير حسابات ضيقة أو غير ضيقة، بينما خطيرة مش ممكن يا كبير، مش ممكن يا كبير. الله على إنكار. لذلك عندي 7 طلبات. أنا عاوز كمبيوتر. خد أبو كرتونة، أكبر شركة استيراد تابعة لهيئة الاستثمار. هارد 40 يعني مساحة كبيرة للتخزين والتحميل. رام 256 يعني سرعة في النقل والتشغيل. اولا خالص هنتكلم عن المرد اللي طلع له، معرفش طلع له من شراب ولا طلع له من فراغ، المهم ده طلع له. فالمهم بيقول له عندك ليك 7 طلبات. الواد بيفكر كده، افكر في حد بيفكر كده؟ انا عمري ما شفت حد بيفكر كده. الناس بتحك كده عشان تفكر تعمل كده، يعني ده اسلوب تفكير. بس افكر كده انا مش عارف، ما شفتش قبل كده تفكير كده. وبعدين ايه الامكانيات الخرافيه اللي انت قاعد تتكلم عليها دي؟ يقول لك هارد 40. انت هارد 40 ده يشيل ايه؟ ده ما يشيلش لعبه جاتا دي خلاص، يعني ما يشيلش لعبه جاتا الوحيده ماشي. وبعدين يقول لك ايه الرامات 256. ايوه 256. يلا يخرب بيتك، دي دلوقتي التليفونات بقى فيها 4 جيجا و3 جيجا، تقول لي 256؟ وحياة ربنا ده لو فتحت عليه بيسي 2001 يشتغل الجن ماشي كده. مش ممكن يا كبير، مش ممكن يا كبير. انا عبال ما يوصل للكوره جون كده بالحركه ديت يكون النهار عدى. لو بيلعبوا من 6 الصبح الماتش يخلص الساعه 6 بالليل. وبعدين الامكانيات دي ما تشغلش لعبه ماريو اصلا. عارف لعبه ماريو ما تشتغلش عليها من سرعه الجهاز. وكاش عالي يعني سرعة على النت فائقة للجهاز. ايه وبعدين ايه على سرعه النت على الجهاز دي يا جماعه؟ بيقول لك سرعه فائقه على الجهاز. يا جماعه انا اظن الجهاز ده ما يشغلش يوتيوب اصلا. لو انت بتتفرج على الفيديو ده هيبقى عامل كده. مهما برضك كان ده طفل صغير ومش عارف حاجه، طلع له عفريت هيطلب منه طلبات طبعا ببلاش، هيديله هيجيب له اللي هو عايزه. فطبعا بعد كل ده بيقول له سعر الجهاز 555. كل ده بكام؟ 555 جنيه. يعني كل الحاجات دي مش ببلاش؟ امال انا مطلعك وعامل عفاريت وحوارات وفي الاخر تقول لي سعر الجهاز؟ امال انت رسمتك ايه؟ مش ممكن. مش ممكن يبقى. بس كده يكون انتهى الفيديو. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو. ولو انت مش مشترك في القناه اضغط على اشتراك في القناه وهشترك لك في قناتك. ايوه اعمل اشتراك في قناتي وهردها لك ب5 حسابات. مش بهزر على فكره. اشترك في قناتي وهردها لك ب20 حساب. وما تنساش تتابعني على مواقع التواصل الاجتماعي. اهم حاجه الاشتراك في القناه وهردها لك ب30,000 حساب. سلام. Yeah, that body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. She messed with the temperature. I wrote the song, but I am the messenger.